مرحبا واهلا وسهلا فيكم حبايبي في فيديو جديد. غبت عنكم شوي وهلا رجعت لكم بطبق حلو كتير طيب. اول شي بتمنى من كل يلي عم يشاهدوا القناة وعم يعجبكم المحتوى انه تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. اليوم الحلوة هي كريم شارلوت، رح اعمل عليها اضافة زينة بتعطي شكل احلى وطعمه اطيب. اول شي بدنا لتر حليب يلي هو عبارة عن 4 كاسات، معلقة وسط فانيلا، منضيف عليهم 4 معالق سكر أو أكتر حسب الرغبة. أنا بالنسبة إلي ما بحب كتير يكون الحلو جارح. مثل العادة أنا استبدلت السكر بمحلي ستيفيا الصحي. 5 معالق طحين ومعلقة كاسترد. بحاجة لبرش ليمونة، نخلطهم كتير منيح. مثل ما ملاحظين برش الليمون واضح بالخليط، انا ما بدي اياه يكون واضح، عشان هيك رح نخلطه منيح بالبلندر. فيكم تخلوه بس انا بفضل اني اعمله بالبلندر لحتى يختفي ويعطي النكهة لكل المزيج. بعد ما مزجناه منجيب صحن التقديم ومنصف فيه البسكوت اول طبقة. رح نعمل بهالاكلة 3 طبقات، مشان هيك الخليط يلي جهزناه رح نقسمه 3 اقسام. منصف اول طبقة من البسكوت، المزيج فوقه لازم نجهزه دغري يكون سخن، مشان هيك صفوا البسكوت أول وبعدها جيبوا المزيج وحطوه على النار. نحركه ليسخن مزبوط. بعد ما يسخن منضيف عليه معلقة زبدة كبيرة، ومنحرك لحتى يصير بهالقوام. بناخد تلت الكمية ومنحطها فوق البسكوت ومنوزعه ومنمده كتير منيح على كامل السطح. هلأ طبقة تانية من البسكوت، والمزيج المتبقي اللي هو التلتين منقسمه نصين، والنص اللي قسمناه بننخل فوقه معلقة كاكاو خام ونخلطها كتير منيح. وبس يندمج الكاكاو منمد فوق البسكوت طبقة تانية مثل ما لكم شايفين. منرج البايركس شوي ومنسوي السطح. هلأ منضيف آخر طبقة من البسكوت ومنحط التلت الأخير من الخليط يلي هو بدون شوكولا. هلأ مندخلهم على البراد أقل شي 6 ساعات. كل ما كانت هالحلوى باردة كل ما كانت أطيب. بعد مرور 5 ساعات أو أكثر من وضع المزيج بالبراد منطلعه من البراد ومنحط طبقة كريم شانتيه. كريم الشانتيه سبق وجهزناه. يلي ما بيعرف، كل ظرف كريم شانتيه بيحتاج 110 مليلتر حليب بارد. نخفقه منيح على سرعة عالية، وبس يسمك قوامه منحطه بالبراد لمدة ساعة، ومن بعدها بنقدر نستعمله. وعلى كل طريقة تجهيزه بتكون مكتوبة على العلبة. بعد ما ودينا الكريمة منزين بالشغلات اللي انتو بتحبوها، فستق مبروش أو لوز أو فواكه. أنا اليوم اخترت الفواكه، حطيت فريز وبلوبري وكيوي. حطيت هون كمان شوية كريمة، ورشيت الفواكه بسكر البودرة لحتى تعطي شكل أحلى. هالطبق كتير خفيف وشيك وكتير طيب، وسكره خفيف ومو قوي أبداً.
بتمنى تجربوه، متأكدة إنه حيعجبكم وهو طيب بالسهرة وأنتم عم تتفرجوا على المونديال. يا ريت تجربوه، وإذا عجبكم تقولوا لي رأيكم بالتعليقات. إذا عجبتكم الوصفة وعجبتكم قناتي يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولا تنسوني من تعليقاتكم الحلوة ودعواتكم الأحلى. بشوفكم إن شاء الله فيديو جديد عن قريب، بأمان الله.